في كرة القدم هناك مباريات تنتهي مع صافرة الحكم، وهناك مباريات تبدأ بعدها القصة الحقيقية. ما حدث بين السنغال والمغرب لم يعد مجرد نهائي في كأس أفريقيا، بل تحول خلال ساعات إلى ملف قانوني وسياسي ورياضي مفتوح على كل الاحتمالات. تخيلوا المشهد: جماهير تحتفل، لاعبون يرفعون الكأس، صور التتويج تنتشر، وبلد كامل يعتقد أن اللقب حسم في الملعب. ثم فجأة يظهر قرار يقلب كل شيء رأسا على عقب، ويقول إن البطل ليس من رفع الكأس في تلك الليلة، بل من كسب المعركة في مكاتب الاستئناف. هنا نحن لا نتحدث عن نتيجة عادية، بل عن واحدة من أكثر اللحظات جدلا في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة. لحظة جعلت السؤال الأكبر ليس من سجل الهدف، بل من يملك الكلمة الأخيرة: الملعب أم اللوائح؟ القصة بدأت في نهائي ناري في الرباط يوم 18 من يناير 2026، عندما واجهت السنغال أصحاب الأرض المغرب في مباراة مشحونة من البداية حتى النهاية. ومع دخول الوقت القاتل انفجرت الأزمة الكبرى. الحكم منح المغرب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهنا اشتعل التوتر إلى أقصى درجة. لاعبو السنغال ومعهم الجهاز الفني دخلوا في احتجاجات عنيفة، ثم غادروا أرضية الملعب لعدة دقائق في مشهد صادم تابعته القارة كلها. بعد ذلك عاد المنتخب السنغالي لاستكمال اللقاء، وأهدرت ركلة الجزاء المغربية، ثم امتدت المباراة إلى وقت إضافي، وهناك سجل بيبيغي الهدف الذي بدا وقتها هدف التتويج، الهدف الذي جعل السنغال تعتقد أنها حافظت على عرشها القاري. لكن ما بدا نهاية سعيدة داخل الملعب أصبح لاحقا بداية أزمة غير مسبوقة خارجه. الصدمة الكبرى جاءت عندما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي أنها قبلت طعن الاتحاد المغربي، وألغت عمليا أثر ما حدث بعد العودة إلى الملعب. كاف قال بوضوح إن تصرف المنتخب السنغالي يدخل ضمن نطاق المادتين 82 و 84 من لوائح البطولة، وهما المادتان اللتان تتعاملان مع رفض اللعب أو مغادرة الملعب قبل النهاية دون إذن الحكم. وبناء على هذا التفسير اعتبرت اللجنة أن السنغال خاسرة للمباراة اعتباريا، مع تثبيت نتيجة 3-0 لصالح المغرب. الأخطر من ذلك أن لجنة الاستئناف لم تكتفي بتأكيد عقوبات سابقة، بل ذهبت أبعد، إذ أزالت قراراً سابقاً للجنة الانضباط، وفتحت باباً جديداً بالكامل في فهم ما حدث في النهائي. فجأة لم تعد الحكاية عقوبات مالية أو إيقافات فقط، بل إعادة تعريف للبطل نفسه. وهنا انفجر الغضب السنغالي، لأن السنغال لا ترى أن ما جرى مجرد اختلاف في تفسير مادة قانونية، بل تعتبر أن اللقب انتزع منها بعد أن حسمته فوق العشب الأخضر. الاتحاد السنغالي لكرة القدم خرج بلهجة حادة ورفض القرار بشكل كامل، ووصفه بأنه غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول. الرسالة السنغالية كانت واضحة: بالنسبة لهم الكأس لم تحسم في قاعة اجتماعات، بل في مباراة استكملت حتى النهاية وتحت إشراف الحكم نفسه الذي سمح باستمرار اللعب. لهذا السبب لم يكن رد الفعل السنغالي مجرد اعتراض إعلامي أو بيان غاضب، بل إعلان مباشر بأن الملف لن يتوقف عند كاف، وأن الجولة المقبلة ستكون أمام أعلى سلطة قضائية رياضية في العالم، أي محكمة التحكيم الرياضي. لكن المفاجأة الأهم في الرواية السنغالية لم تكن فقط في رفض النتيجة، بل في التشكيك في أجواء جلسة الاستئناف نفسها. عبد الله سيدوسو الأمين العام للاتحاد السنغالي قال إن الشكوك بدأت منذ انطلاق الجلسة، وإن الانطباع لديهم كان أن الحكم لم يأتي ليفصل في النزاع بقدر ما جاء لتنفيذ أمر جاهز سلفاً. هذا الكلام خطير جدا، لأنه ينقل المعركة من خلاف حول تفسير اللوائح إلى اتهام مبطن بأن مسار العدالة داخل المؤسسة القارية لم يكن مريحا بالنسبة للسنغاليين. وهنا تتحول القضية من ملف مباراة إلى ملف ثقة في الإجراءات، وثقة في الاستماع للطرفين، وثقة في أن القرار جاء بعد مرافعة حقيقية لا بعد اتجاه محسوم مسبقا. وعندما يصل خطاب اتحاد وطني إلى هذه الدرجة من الشك، فمعنى ذلك أن التصعيد لم يعد احتمالا، بل أصبح مسارا حتميا. في المقابل المغرب يتعامل مع الصورة من زاوية مختلفة تماما. الاتحاد المغربي لم يقدم نفسه كطرف يريد تغيير ما حدث فوق أرض الملعب بدافع العاطفة، بل كطرف يقول إنه تمسك فقط بتطبيق لوائح المسابقة كما هي. الرسالة المغربية بعد القرار كانت أن احترام القواعد ووضوح الإطار التنافسي واستقرار المسابقات القارية أهم من أي ضجيج يرافق النهائي.
وحتى مع احتفال المغرب باللقب الثاني في تاريخه بعد 50 عاما من لقبه الأول، بقي الملف معقدا، لأن لجنة الاستئناف نفسها لم تمنح المغرب براءة كاملة في كل شيء، فقد أبقت على بعض العقوبات المالية المتعلقة بالتدخل قرب منطقة مراجعة الفيديو، وخففت أو أسقطت عقوبات أخرى تخص وقائع مختلفة في المباراة. وهذا وحده يوضح أن كاف رأى فوضى من الجانبين، لكنه اعتبر أن اللحظة الحاسمة قانونياً كانت خروج السنغال من الملعب. الآن وبعد انتقال الملف نحو محكمة كاس، لم يعد السؤال من هو البطل فقط، بل ما هو الحد الذي يمكن أن تصله سلطة اللوائح عندما تتصادم مع ما حدث فعلياً داخل المباراة. لأن السنغال ستذهب على الأرجح إلى نقطة محورية شديدة الحساسية. المباراة استؤنفت، ركلة الجزاء نفذت، الوقت الإضافي لعب، والحكم أنهى اللقاء، والنتيجة ثبتت في الملعب قبل أن تفتح معركة اللجان. من هنا ستبني ديكار دفاعها. إذا كان كل شيء قد استكمل تحت سلطة الحكم، فهل يمكن بعد ذلك سحب اللقب على أساس لحظة احتجاج تم احتواؤها؟ أما المعسكر المقابل فسيركز على أن مجرد مغادرة الملعب في نهائي قاري بهذا الشكل لا يمكن أن تمر بلا أثر حاسم، حتى لو عاد الفريق بعد ذلك، وهذا بالتحديد هو جوهر النزاع القادم في لوزان. لهذا السبب القضية أكبر بكثير من السنغال والمغرب. ما يحدث هنا قد يصنع سابقة مؤثرة في مستقبل البطولات الأفريقية كلها، لأن أي قرار نهائي من كاس سيبعث برسالة شديدة الوضوح إلى كل الاتحادات والمنتخبات. هل يمكن احتواء الفوضى داخل المباراة ثم اعتبار كل شيء انتهى؟ أم أن لحظة الانسحاب حتى لو كانت مؤقتة تكفي وحدها لقلب نتيجة نهائي قاري كامل؟ هذه ليست مسألة نظرية، بل مسألة سترسم حدود الاحتجاج المقبول وحدود سلطة الحكم وحدود سلطة اللجان بعد نهاية المباريات. ولذلك ما يجري الآن ليس معركة على كأس فقط، بل على تفسير العدالة الرياضية نفسها داخل القارة الأفريقية. والأخطر في كل ذلك أن الوقت نفسه أصبح لاعبا في المباراة، فكل يوم يمر واللقب معلق بين روايتين: رواية تقول إن السنغال فازت في الملعب ولا أحد يملك محو تلك الليلة من ذاكرة الجماهير، ورواية أخرى تقول إن البطولات لا تحسم بالعاطفة بل باللوائح، وأن احترام القوانين فوق كل شيء. في السنغال القضية تبدو معركة كرامة قبل أن تكون معركة كأس، وفي المغرب القرار ينظر إليه باعتباره تصحيحا قانونيا لمسار النهائي خرج عن السيطرة. وبين هذا وذاك يجد المشجع الأفريقي نفسه أمام واحدة من أغرب الصور: منتخب احتفل بالكأس، ومنتخب آخر منح اللقب لاحقا بقرار استئنافي، ومحكمة دولية تنتظر لتقول الكلمة التي قد تغضب طرفا وتنصف آخر. لهذا عندما تسمع اليوم أن السنغال تكشف كواليس جلسة لجنة الاستئناف، فالمقصود ليس مجرد تسريب أو رد فعل عاطفي، بل إعلان واضح أن الحرب دخلت مرحلة جديدة. لم يعد الحديث فقط عن ركلة جزاء أو احتجاج أو عودة متأخرة إلى أرض الملعب، بل عن شرعية القرار كله، وعن الطريقة التي صيغ بها، وعن الجهة التي ستملك شطب ليلة كاملة من تاريخ البطولة أو إعادتها إلى مكانها الأصلي. وربما لهذا السبب بالذات أصبحت هذه القصة مادة مثالية لكل من يحب كرة القدم الحقيقية، لا كرة الأهداف فقط، بل كرة النفوذ واللوائح والضغوط والغرف المغلقة. لأن النهاية لم تعد في الرباط ولا في ديكار ولا حتى في مقر كاف، بل في ذلك الحكم المنتظر من لوزان، الحكم الذي سيقرر في النهاية هل بقيت الكأس في السنغال فعلا، أم أنها غادرتها على الورق قبل أن تغادرها في الواقع.